في أطفال بتبدأ تتكلم بدري، وفي أطفال بيتأخروا شوية وبيعدوا المرحلة دي طبيعي. بس السؤال اللي بيجيلي كل يوم في العيادة هو: يا دكتور، ابني يتأخر في الكلام شوية، أروح بيه الأخصائي تخاطب ولا أستنى؟ النهاردة هقولك القاعدة الذهبية اللي أنا شخصيا بتبعها في العيادة علشان نقرر، وكمان هقولك إمتى التدخل فعلا يبقى ضروري وإمتى المتابعة بس تبقى كفاية. اولا، ايه هي الفكره العامه المنتشره؟ في فكره منتشره بين الاهالي ان اي طفل اتاخر في الكلام لازم نوديه فورا لاخصائي تخاطب، وده مش دايما صح. التخاطب مش اول خطوه ولا هو الحل السحري لكل تاخير. في اطفال بيكون تاخرهم بسيط جدا مرتبط بتاخر عام في النمو او بيئه لغويه محدوده، وحتى طفل تاني في العيله بيغطي عليه. وفي الحاله دي المتابعه مع طبيب اطفال فاهم في النمو والتطور بتفرق جدا. من كام اسبوع شفت طفل عنده 2 وشهرين ما بيقولش غير كلمتين. الاهل كانوا قلقانين جدا واتوجهوا على طول للتخاطب. بعد ما قيمته اكتشفت ان في فهم ممتاز عند الطفل، بيستجيب لاسمه، بيشاور، بيفهم اوامر من 3 خطوات. لكن اخوه الكبير اتكلم عنه دايما. نصحتهم بوقف الترجمه المستمره من الاخ دي، وابتدينا خطوات تنشيط بسيطه في البيت. بعد 6 اسابيع الولد بقى بيقول جمل من كلمتين. امتى بقى المتابعه تبقى كفايه؟ في 3 قواعد انا بتبعهم كاستشاري اطفال. اولا، هل الطفل بيفهم اوامر، بيستجيب لاسمه، بيتفاعل؟ ثانيا، هل عنده محاولات للتواصل، بيشاور، بيعمل باي، بيستخدم تعبيرات وشه؟ وثلاثه، هل معدل التطور ده ثابت؟ يعني حتى لو متاخر بيتحسن تدريجيا ولا لا؟ لو ال3 دول موجودين غالبا نقدر نتابع مع الاسره الاول ونأجل الجلسات. لكن في حالات لازم تتحول فورا لاخصائي التخاطب. لو الطفل عنده عمر 2.5 ولسه ما بيقولش كلمات مفهومه، لو الطفل عنده مشاكل في فهم الكلام او تنفيذ الاوامر، لو في اضطراب واضح في التواصل زي غياب الاشاره او غياب التفاعل، ولو في تاريخ تاخر كلام في الاسره، او الطفل اتعرض لعوامل خطر زي نقص سمع او مشاكل في الحمل، لو الطفل فقد كلمات كان بيقولها قبل كده. بنت عندها 3 سنين ما كانش بتقول جمل خالص، وعندها كلمات يدوب متفرقة لكن مش بتستخدمهم للتواصل، مش بتبص في عين اللي بيتكلم، ومش بتطلب حاجة بالإشارة. في الحالة دي ما ينفعش نستنى، حولناها لتخاطب فورا واتعمل تقييم شامل وبدأت جلسات لأنها كانت على طيف التوحد. ده اللي بحب أوضحه دايما، مش أي تأخر في الكلام يساوي جلسات تخاطب على طول، ولكن في نفس الوقت ما ينفعش نطمن من غير تقييم. الدكتور اللي فاهم نمو الطفل هو اللي يقدر يقولك ابنك محتاج جلسات ولا لا، ممكن نتابع معاه بخطة في البيت الأول ولا لا. أكتر حاجة بشوفها بتنجح يا جماعة هي التعاون بين الأسرة والطبيب وأخصائي التخاطب. مش لازم نمشي في طريق واحد دايما، لكن لازم نبدأ صح ونقيم صح ونلحق بدري. ولو عندك شك خد رأي متخصص مش على جروب واتساب. وبالمناسبة لو حابين تعرفوا الفرق بين تأخر الكلام والتوحد أو إزاي نساعد الطفل يتكلم أكتر، هتلاقي حلقات كاملة عن المواضيع دي في القناة، وهسيب لكم الروابط في الوصف. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز.